قصة سيدنا يوسف عليه السلام تحتوي على عدة معجزات وأحداث غير عادية التي تظهر في القرآن الكريم. إليك بعض المعجزات الرئيسية التي ذكرت في قصة سيدنا يوسف. الرؤيا السابقة: يوسف عليه السلام كان قد رأى في رؤيا أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. هذه الرؤيا تنبأت بمكانته الرفيعة في المستقبل. إلقاء في البئر: تعتبر هذه الحادثة من المعجزات، حيث ألقي يوسف في البئر من قبل إخوته، ولكن الله حفظه وسلمه من الضرر. نجاح في الرعاية والتجارة: بعد أن تم بيع يوسف كعبد إلى التجار المصريين، نجح في أداء وظيفته بشكل متميز واستمتع بثقة الرئيس ونجاح في التجارة. الاعتذار الكاذب: عندما اتهمت زوجة العزيز يوسف بمحاولة الاغتصاب، استخدم يوسف معجزة في ثوبه كدليل على براءته. تأويل الأحلام: يتميز يوسف بقدرته على تأويل الأحلام، وقد تنبأ بأحلام رفيعة المستوى للملك، والذي أدى ذلك إلى ترقيته ليصبح وزيرا في مصر. لقاء الأخوة والكشف عن هويته: عندما جاء إخوة يوسف إلى مصر في فترة الجدب، تم الكشف عن هويته وتم التصالح بينه وبين إخوته. تظهر هذه المعجزات في قصة سيدنا يوسف لتظهر قوة الله وحفاظه على عباده المؤمنين في جميع الظروف. تحمل قصة سيدنا يوسف عليه السلام العديد من العبر والدروس التي يمكن أن يستفيد منها المسلمون والناس بشكل عام. إليك بعض العبر المهمة من قصة سيدنا يوسف. الصبر والثقة في الله: يظهر يوسف عليه السلام صبرا كبيرا في مواجهة التحديات والابتلاءات. يعلمنا ذلك أهمية الصبر والثقة في الله في جميع الظروف. العفو والرحمة: عندما قابل يوسف إخوته بعد سنوات الفراق والابتلاء، عفى عنهم وأظهر رحمة كبيرة. هذا يعلمنا قيمة العفو والرحمة في التعامل مع الآخرين. الحذر من الغيرة والحسد: تظهر في القصة حادثة غيرة إخوة يوسف وحسدهم له. هذا يعلمنا خطورة الغيرة والحسد وضرورة تجنبهما. تحقيق النجاح من خلال الاجتهاد والإيمان: يظهر يوسف الاجتهاد والإيمان في أداء واجبته والالتزام بالقيم الدينية، وكانت هذه هي المفاتيح التي أدت إلى نجاحه في مصر وترقيته ليكون وزيرا. العدالة في التعامل: عندما اتهم يوسف بجريمة لم يرتكبها، استخدم الله العدالة لتبرئته من التهمة. هذا يعلمنا أهمية العدالة في المجتمع وضرورة التحقق من الحقائق قبل الاتهام. التوكل على الله في الشدائد: يظهر يوسف التوكل على الله في جميع المواقف، سواء كانت جيدة أم سيئة. يعلمنا ذلك أن التوكل على الله هو مصدر القوة في الصعاب. قصة سيدنا يوسف تعتبر مصدر إلهام وتعليم للمسلمين، حيث تقدم دروسا قيمة في مجالات الإيمان والأخلاق والصبر والتوكل على الله. لا يذكر في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية وجود حروب فعلية تتعلق بسيدنا يوسف عليه السلام. قصة يوسف تتناول أحداثا معينة من حياته، مثل إلقائه في البئر وبيعه كعبد في مصر وترقيته ليكون وزيرا في البلاد. وتركز القصة أساسا على الابتلاءات الشخصية والاختبارات التي واجهها يوسف وكيف تعامل معها. تظهر القصة الحكمة والصبر في مواجهة الصعوبات، وتبرز قوة الإيمان والثقة في الله. يتناول القرآن الكريم قصة يوسف في سورة يوسف، السورة رقم 12، وتعد هذه السورة واحدة من القصص البارزة في القرآن التي تحمل عبرا ودروسا هامة في الحياة الدينية والأخلاق. في إطار القصة يظهر تعامل يوسف مع تحدياته بحكمة وصبر، ويعكس قيما إسلامية هامة، ولكنها لا تتضمن حروبا فعلية ضد أعداء أو معارك عسكرية. غزوة بدر الكبرى التي وقعت في يوم الفرقان هي واحدة من الأحداث الهامة في التاريخ الإسلامي. وقعت هذه الغزوة في عام 620 ميلاديا خلال شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، بين المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه، وبين قوات قريش مكة. سميت هذه الغزوة بدر الكبرى للتمييز بينها وبين معركة بدر الصغرى التي وقعت في سنة 623 ميلاديا. وقد وقعت الغزوة بالقرب من عين بدر في المدينة المنورة. تمثلت أهمية غزوة بدر الكبرى في فوز المسلمين الذين كانوا في أقلية وليسوا مستعدين بشكل كاف للقتال على قوات قريش المكية الكبيرة. يعتبر فوز المسلمين في هذه المعركة إشارة إلى دعم الله لهم، وتأكيد على صحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يشير تسمية يوم الفرقان إلى اليوم الذي تم فيه التمييز بين الحق والباطل، والنصر الذي حققه المسلمون في هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث التي أثبتت قوة الإيمان والتصميم لدى المسلمين في مواجهة التحديات. معظم السرد التاريخي للغزوة الكبرى في يوم الفرقان يتناول الأحداث الجادة
والتأثيرات الهامة للمسلمين وللإسلام. ومع ذلك يمكن أحيانا العثور على قصص أو تفاصيل إضافية قد تظهر بطريقة غير مباشرة في بعض السياقات التاريخية، ولكن يجب أن يفهم أن هذه القصص قد تكون غير رسمية، وربما تكون قصصا شعبية أو أساطير. مثلا تدور بعض الحكايات حول أحداث طريفة خلال المعركة، مثل قصة عن محاولة مسلم غير ذي خبرة في فترة النهار إخفاء نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم داخل درعه أثناء المعركة. ومع ذلك يجب أن يعامل هذا النوع من القصص بحذر، حيث يشدد دائما على أهمية فحص مصادر القصص والتحقق من صحتها قبل قبولها. في النهاية يظل التركيز الرئيسي على الأحداث الهامة والتأثيرات التاريخية للغزوة الكبرى في يوم الفرقان، كما ورد في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. تعتبر غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي، وهناك العديد من العبر والدروس التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث. إليك بعض العبر الرئيسية: التوكل على الله، الثقة في الله. المسلمون في بدر كانوا في أقلية عسكرية ولم يكونوا مجهزين بشكل كاف للمعركة، لكنهم أظهروا الثقة الكبيرة في الله وتوكلوا عليه، وكانت هذه الثقة هي أحد الأسباب التي أدت إلى النصر. الوحدة والتعاون. كانت غزوة بدر فرصة لتوحيد المسلمين وتعزيز روح التعاون بينهم. كانوا يواجهون تحديات كبيرة، ولكن الوحدة كانت مفتاح النجاح. العدالة والمساواة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أظهر مثالا بارزا للعدالة والمساواة في توزيع الموارد والقيادة. كان يعامل الصحابة بالعدالة، سواء كانوا من القوة الكبيرة أو الضعيفة. الصبر والاحتساب. المسلمون تعرضوا للعديد من التحديات والابتلاءات في بدر، ولكنهم أظهروا صبرا عظيما واحتسابا في وجه الصعوبات. التواضع والتسامح بعد النصر. أظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تواضعا كبيرا وتسامحا حتى مع الأعداء الذين كانوا قد آذوه في مكة. هذا يظهر مدى أهمية الرحمة والتسامح في الإسلام. هذه العبر لا تمثل سوى جزء صغير من الدروس العظيمة التي يمكن استخلاصها من غزوة بدر الكبرى، وتظل هذه الأحداث مصدر إلهام وتوجيه للمسلمين على مر العصور. فتح مكة هو الحدث الذي وقع في العام 630 ميلادي، عندما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة بنجاح وبسلام، وحقق النصر الكبير على القوى المكية. كانت هذه الفترة تعتبر من اللحظات التاريخية الهامة في تاريخ الإسلام والمجتمع العربي. إليك بعض الأحداث الرئيسية في فتح مكة. التحضير للفتح بعد 10 سنوات من الهجرة إلى المدينة المنورة. كانت الأوضاع قد تحسنت بين المسلمين وقريش مكة. وقع الهدنة الهدية، هدنة الحديبية، بين المسلمين وقريش لمدة 10 سنوات، وأتيح للمسلمين العودة إلى مكة. التحضير للفتح خلال العام التالي 682 بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم التحضير للفتح وجمع القوات الإسلامية. دخول مكة بسلام. بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، دخل المدينة بسلام وبلا مقاومة من القريش. كانت هذه المرة فريدة، حيث أظهر النبي الرحمة والتسامح تجاه القريش والأعداء الذين أذوه لسنوات. حلق الحج 38. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الحج بعد دخوله إلى مكة، وشارك المسلمون وغيرهم في أداء مناسك الحج. كان هذا العام يعرف بعام الوداع، حيث قام النبي بأداء مناسك الحج وألقى خطبته الشهيرة في وادي عرفة. التسامح والعفو بعد دخوله إلى الكعبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم الآلهة الوثنية فيها. أعفى النبي الكثير من أعدائه ومن أهل مكة، وأعلن العفو والتسامح. فتح مكة كانت لحظة تأكيد للنصر الإسلامي وبسط للسيطرة على مكة، وكانت أحد الأحداث الرئيسية التي أسهمت في انتشار الإسلام في الجزيرة العربية. آخر معركة شارك فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت معركة تبوك، والتي وقعت في عام 630 ميلادي. تبوك تقع في شمال المدينة المنورة، وكانت هذه المعركة غير عادية لأنها لم تشهد مواجهة مباشرة مع العدو، ولكنها كانت معركة استعراض للقوة والجاهزية. سبب المعركة: في صيف عام 36 وفي ظل الظروف الإقليمية والتوترات مع الإمبراطورية البيزنطية، تلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلومات حول تحركات عسكرية محتملة من الروم البيزنطيين نحو المدينة. استجاب النبي فورا وأعلن الاستعداد للخروج في معسكر تبوك. تحركات الجيش. نظرا للأهمية الاستراتيجية لتبوك، انطلق النبي مع جيش المسلمين، وشارك في هذه الرحلة العديد من الصحابة،
وكانت هذه الرحلة تعد الأطول والأشاق في تاريخ الإسلام. ومن بين الصحابة الذين شاركوا في هذه المعركة كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عدم مواجهة العدو. عند وصول المسلمين إلى تبوك لم يجدوا أي جيش ينتظرهم، حيث انسحب الروم قبل وصول المسلمين. يعتبر هذا الانسحاب غريبا، ويشير إلى أهمية المظهر الرهيب لجيش المسلمين الذي كان مستعد